مين الأكثر مرونة، البروميس ولا الأوبزرفبل في الأنجلر؟ I learned Code Academy for online courses. في الأنجلر بنستخدم الأوبزرفبل والبروميس للتعامل مع البيانات الغير متزامنة أو الأسينكرونس داتا. البروميس بيتعامل مع حدث واحد بيشتغل مرة واحدة ويرجع نتيجة واحدة، نجاح أو فشل. أول ما الطلب بيوصل يا إما ينجح أو يفشل. مثال على البروميس، وانت بتدخل على صفحتك الشخصية على فيسبوك وانت بتلوجن، يا إما يقولك invalid username or password أو يرجع لك صفحتك. الأوبزرفبل بيرسل بيانات متعددة على فترات، بيقدر يبعت لك البيانات على فترات وتقدر تتحكم فيها بشكل أكبر، تقدر تتابع التغيرات المستمرة من خلاله، فبيمتاز بالمرونة. مثال على الأوبزرفبل، وانت داخل تتابع أسهم على موقع في البورصة فالبيانات بتتغير بشكل مستمر. هنا بنحتاج نختار الأوبزرفبل، احتياجك بيعتمد على مشروعك. لو عايز تحديث مستمر فبتختار الأوبزرفبل. عشان تعرف أكتر عن كورس الأنجلر اشترك معانا وطور مهاراتك مع iLearn Code Academy. I learned Code Academy for online courses.